ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده حلقه جديده من حلقاتنا في انا والمشاعر. حلقتي النهارده بتتكلم عن ست بتقول لي انا متجوزه وعندي اولاد بس انا في طريقي للانفصال. انا خلاص بقيت محطمه، ما بقاش في اي لغه حوار ما بيني وبين جوزي. انا وصلت معاه لطريق مسدود، ربنا يعلم انا بذلت مجهود قد ايه عشان احاول احافظ على الجواز واحاول احافظ على العلاقه عشان خاطر الاولاد. بس خلاص انا ما بقتش قادره استحمل، ما بقتش قادره اتعامل معاه. انا بحب اولادي جدا بس حاسه ان انا مش قادره اديهم حاجه. طيب تمام، خلاص خدنا قرار الانفصال، فين المشكلة؟ بتقولي مشكلتي ان انا طول الوقت ما بشوفش في عين اهلي اللي المفروض ان هم يبقوا اكبر داعم ليا لان هم عايشين معايا القصة بكل تفاصيلها. ما بشوفش منهم غير نظرات اللوم ونظرات العتاب. امي كل نظراتها ليا معناها ان انا ست انانية وما بفكرش غير في نفسي ومش حاطة اولادي قدامي وما بفكرش غير في نفسي بس. هل هي صح وانا فعلا ست وحشة وست انانية، ولا انا من حقي ان انا اطلب الطلاق وابتدي حياة جديدة؟ طيب، مبدئيا مع احترامي لاهلك ولمامتك اللي هم اكيد خايفين عليكي، بس كل واحد بيبص للقصه من منظوره هو ومن معتقداته هو. تمام. فاحنا بنسمع النصيحه بس في الاول وفي الاخر احنا اللي عايشين القصه بتفاصيلها الحلوه وبتفاصيلها الوحشه، واحنا ادرى الناس احنا عايزين ايه. هكلم حضرتك بنفس المنطلق اللي انا كلمت بيه السيده اللي كانت في حلقه قبل كده بتقولي انا تعبانه بس مختاره ان انا اكمل عشان خاطر الاولاد. نفس الفكره بالظبط. هي هنا شافت ان مصلحه الاولاد في ان هي تكمل، وهي ان شاء الله هتقدر تتعامل مع المشاعر السلبيه اللي مسيطره عليها. تمام. طيب، لكن حضرتك هنا بتقولي انا ما بقتش قادره ادي لاولادي حاجه، انا بقيت تعبانه طول الوقت. يبقى ايه الفايده في ام محطمه مش هتقدر انها تراعي اولادها ولا تديهم حاجه؟ هم اولويه عندي بس انا مش قادره ادي، يبقى انا كده ما بشتغلش على اولويتي. يبقى هنا الاولويه الحقيقيه في سلامي النفسي، في ان انا احس ان انا عايشه حياه سويه انا متقبلاها ولو بنسبه مش كبيره، لان اكيد طبعا الطلاق هيبقى برضه مصدر الم بالنسبه لحضرتك. تمام. يبقى انا لما هبقى ست سويه نفسيا، ببقى ست ستيبل، هعرف ان انا ادي لاولادي الحب والحنان والرعايه اللي هم مستنيينها. يبقى هي هنا مش موضوع فكره حلوه او وحشه، فكرة كل واحد هيقدر يعمل ايه. اللي حضرتك تستحمليه في غيرك ما يقدرش يستحمله. يبقى هنا انا مش ست وحشه ابدا، بالعكس. انا يمكن عشان بحب اولادي وحطاهم قدامي شايفه ان انا مش هقدر اديهم طول ما انا محطمه وتعبانه، فمحتاجه ان انا ادور على نفسي واظبط نفسيتي واعيش في اعصاب هاديه علشان اقدر ادي لاولادي الحب والعطاء اللي هم محتاجينه. فربنا ان شاء الله يوفقك في حياتك الجايه، انت مش ام وحشه ولا حاجه. ربنا ان شاء الله ان شاء الله ييسر لك كل الخير، واتمنى ان انا اكون ساعدتك واشوفكم في حلقه جايه باذن الله.